السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد الله أوقاتكم بكل خير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في لمساتي. كنتمنى إن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. اليوم عاوتاني جيتكم فيديو جديدة، كنتمنى إن شاء الله تعجبكم. إلا كنتي أول مرة كتشوفي القناة ما تنسيش تضغطي على الزر الأحمر اشتراك أو لا صابوني أو لا سبسكرايب مع تفعيل الجرس باش توصلي بكل ما هو جديد، وما تنسيش أيضا تشجعيني باللايك وفرجة ممتعة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم طريقه تحضير شباكيه في الفرن كتجي اكثر من رائعه، هشيشه ولذيذه بزاف وفي نفس الوقت يعني صحيه لانها بدون قلي وبدون زيت. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. كيف العاده الا كان كيهمك الامر تابع معايا الفيديو الى الاخر وفرجه ممتعه. غنحتاجو على بركه الله كيلو ديال الدقيق الابيض منخول جيدا، 150 غرام ديال اللوز مطحون بالقشر ديالو يعني بدون تحمير، 150 غرام ديال الكاوكاو محمر ومقشر ومطحون، و150 غرام ديال الزنجلان محمر ومطحون، 30 غرام ديال النافع مطحون، 30 غرام ديال القرفه، 30 غرام ديال حبه حلاوه، ملعقه صغيره ديال الخميره الفوريه او خميره الخبز، ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال المسكه الحره، كاس من زيت الزيتون، كاس مخلط بين الزبده وزيت المائده، عندنا ايضا ربع كاس ديال الخل، بيضة واحدة، وقنينة ديال ماء زهر مذوب فيها قليل من الزعفران شعرة، وعندنا جوج خمارات. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة فاصدح به خيرا يمحو الشياطين طوبى لمن حقق الأفضال مجتهدا تقوده لجنان شوقها فينا. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا. رباه بلغ قلوبا ترتجي نزلا حتى تفوز بفضل منك يحوينا. هل نكسب البر في استقبال مرحمة أم للمنية صوت؟ كيف ما شفتوا حبيباتي، من بعد ما خلطنا المواد الجافه كلها وجمعناها مع بعضها زدنا عليهم المواد السائله ايضا وحصلنا على عجين كتكون قاسيه نوعا ما، فحاولنا اننا ندلكوها مزيان ومن بعد شكلنا من هاد الكويرات اللي كتشوفوا غنحتفظوا بهم ان شاء الله واحد نصف ساعه حتى يرتاحوا عاده باش ان شاء الله نخدموا فيهم. من بعد ما كترتاح العجين كيف ما شفتوا فاحنا كنوضعوها على طاوله العمل، كنسرحوها عادي بطريقه الشباكيه العاديه وكنقطعوها اما بالجراره او بالطابع ديال الشباكيه باش يجيو يعني متساويين. انا كنستعمل الجراره ولكن كنستعمل واحد الطريقه اللي هي كناخذ القياس بالاصبع ديالي، كنورق الورقه وكنبدا نعبر بالاصبع يعني على عرض الاصبع على عرض الشريط، كندير 4 والخامسه كنقطع. المهم الطريقه بالتفصيل غتلقاوها في لا فيديو السابقه ديال 2017. ان شاء الله نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف باذن الله عز وجل، لان هنا حتى صورت عاد لقيت بان الطريقه ما واضحاش، فان شاء الله لا فيديو السابقه راه واضحه فيها الطريقه ديال التشباك بالتفصيل. أم للمنية صوت سوف يفنينا. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا. ثم من بعد ما كنشكلوا الوحدات ديالنا كنوضعوهم في لاطه اللي كتدخل الفران. ممكن تفرشوا لها ورق الزبده وممكن انكم تخليوها بدون ورق الزبده وبدون دهن ايضا لانها ما كتلصقش، ونستمروا بنفس الطريقه حتى نساليو كاع الكميه اللي عندنا عاده ان شاء الله باش نطيبوا الكل في خطره.
بعد ما كنساليو الكميه كلها اللي عندنا كندخلوها الفران مسخن على 180 درجه وكنخليوها حتى تطيب وتحمر مزيان. تقريبا كتاخذ واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه، يعني ما كتعطلش بزاف في الفرن. ومباشره كنرميوها في عسل ساخن حتى هو يعني يكون ساخن. بالنسبه لطريقه تحضير العسل فانا سبق وحضرته معكم على القناه، ان شاء الله نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وبالنسبه للبنات اللي جربوه وقالوا لي راه جانا ثقيل، انا راه قلت لكم في لا فيديو راه ثقيل. انا كندير العسل ثقيل وملي كنسخنو هكذا فاش ندير فيه الشباكيه كيكون جاري، ولكن ملي كيكرم على الشباكيه كتعلك وكتولي رائعه يعني مثاليه، ما كيرجعش ليا الرطوبه من بعد. والناس اللي بغاو العسل يعني يكون جاري ما يكونش ثقيل بزاف، يكفي انكم تنقصوا المده ديال الطياب يعني على النار. ممكن انكم ديروا نصف ساعه. وايضا الى طيبتيه ولقيتيه ثقيل ممكن تضيفي كاس ديال الماء وتخليه حتى يغلي، راه مباشره كيرجع عسل عادي. أم للمنية صوت سوف يفنينا. أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب حبيباتي هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا الصحيه اللي طايبه في الفرن. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. فراه الاضرار ديال الشباكيه المقليه كثيره 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 بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجنبوها وديروا شباكيه صحيه لوليداتكم وليكم. كنضرب لكم موعد كيف العاده فيديو جديده. الى ذلكم الحين كنقول لكم عواشركم مبروكه وتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.